السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو جديد، هنعمل جاتو شاتو. تابعوا معايا الفيديو الاخر وان شاء الله يعجبكم. حتة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكل الجميل ده نسلكها بس كده عشان ايه تطلع معانا بمنتهى السهولة. شايفين طراوة الكيكة؟ المقادير هي كوبايتين دقيق، كيس كيك شيف، 3 بيضات، هاخد نص معلقة فانيليا، نص كوباية كاكاو خام اسباني غامق، كوباية الا ربع زيت نباتي نظيف، يعني زيت ملهوش ريحة، لو زيت التموين عادي بس ايه يعني زيت ملهوش ريحة، وكوباية لبن. اول حاجة هاخد شفشق الخلاط، هعمل كل المكونات دي في شفشق الخلاط. زي ما قلت لكم هعمل كيكة شوكولاتة وهاخد منها صوص شوكولاتة. اول حاجة هنحط لها اللبن، صلي على محمد صلي على محمد صلي. اخدت اللبن حطيته في الشفشق اللي هو كوباية لبن، نص كوباية كاكاو غامق اسباني. نسيت اقول لكم في الاول على السكر كوباية وربع سكر، كوباية سكر. انا استخدمت السكر التموين اللي هو الخشن. حطيت كوباية سكر وربع كوباية اهي. عشان الكاكاو الغامق الاسباني بيبقى غامق او وفيه مرارة، فانا بزود ربع كوباية. انا استخدمت سكر التموين زي ما قلت لكم اللي هو السكر الغامق، ان هي كيكه مش فانيليا، كيكه غامقه يعني مش هتبان فين غمقان السكر. هروح اضربه في الخلاط وارجع لكم. انا ضربت الخليط اهو في الخلاط، عباره عن كوبايه لبن، نص كوبايه كاكاو، وكوبايه وربع سكر، وحطيتها في الخلاط وضربتهم جامد. انا هنزل بقى بكوبايه الا ربع زيت بس، هروح عند الخلاط وانزله سرسوب كده عشان ايه يتقل. انا ضربته في الخلاط، حطيت الزيت من فوق سرسوب تقل خالص اهو. هاخد منه معيار كوبايه عشان احطها على وش الكيكه بعد ما بتطلع من الفرن. هاخد منه معيار كوبايه تقيل اهو، واحطها في التلاجة هتتقل اكتر. بس انا عيرت كوبايه اهي، وبقيه المكونات في الخلاط هحط عليهم 3 بيضات اللي احنا قلنا عليها في اول الفيديو، واحط عليهم نص معلقه فانيليا، وارجع اضربهم وارجع تاني. ضربت الخليط في الخلاط بعد ما زودت 3 بيضات وزودت نص معلقه فانيليا. هنا بقى على كوبايتين الدقيق بعد ما نخلتهم احط عليهم كيس كيك شيف، واحط عليهم كمان رشه الملح واقلبهم. انا هنا في الخليط نسيت احط معلقه الخل عشان اتاكد من زفاره البيض تماما. انا حطيت مع نص معلقه مثلا عنبي فانيليا، بس انا بحب اتاكد من زفاره البيض. فهنزل بالمقادير اللي هي في الخلاط على المقادير الجافه. واقلبهم. قلبت الخليط الكيكه لحد ما تجانس مع بعضه اهو وحطيت هنا جنبي لو هي محتاجه، لو لقيتيها تقيله معاكي ومحتاجه كوبايه لبن بعد ما تضربيها في الخلاط وتحطيها على الدقيق حطي لها. هي المره دي ما احتاجتش معايا ربع كوبايه اللبن،
حضرت صينيه وحطيت ودهنت فيها معلقه زيت بالفرشه، ورشيت فيها دقيق كده وخبطتها خبطتين وبطنتها يعني. ماشي تمام. هاخد الخليط وانزله في الصينيه. حطيت خليط الكيكه في الصينيه اهي، خبطتها خبطتين عشان لو اي هوا فيها يروح. وانا مولعه الفرن على درجه حراره 180. هو عندي مش درجه حراره يعني الوسط كده، تحت الوسط بشويه، وادخلها الفرن. وبعد تلت ساعه هفتح الباب الفرن عليها واحط خله سنان واشوفها. الكيكه اهي طلعت من الفرن، اختبرتها بخله سنان لقيتها ما فيهاش اي عجينه اهي، وسبتها بردت شويه في الفرن. طفيت عليها وسبتها في الفرن بردت شويه. هنركنها كده بقى في جنب، واجيب معاكم كوبايه ميه ونص كوبايه ميه و3 معالق سكر، وحطيت تلج. الميه دي متلجه، هروح اضربها شويه في مضرب الكهرباء، وبعدين اروح احط عليها كوبايه كريم شانتيه ومعلقه كاكاو. ضربت الكريمه بالشكل ده كده، حطيت كوبايه كريم شانتيه ومعلقه كاكاو خام اسباني، وحطيت كوبايه ونص ميه متلجه ومكعبات تلج. هجيب بقى الكيكايه بعد ما خلاص ما هي بردت كده بالشكل ده، هفرد عليها الكريم شانتيه. وكده اكون انا فردت الكريمه بالشكل الجميل ده. هدخلها التلاجة لمده نص ساعه او ساعه لحد ما تتماسك كويس الكريمه، بعدين نحط الصوص الاخير. حطيت الكيكايه هيت من الفريزر، سبتها من نص ساعه لساعه. الصوص اهوت اللي احنا عملناه سوا مع بعض. انا هديه تقليبه كده وهفرده عليه، بس عشان هو متماسك بس شويه مع بعض، متماسك جامد. فانا هديه تقليبه واحطه على الشوكولاته على الكيكه بالشكل الجميل ده. واحفظها بقى كويس. خلاص كده انا فردتها بالشكل الجميل ده. اقطعها، وهي ما افضلهاش الاقي تتقطع، بس انا بفكر اديها تزيين بسيط. بس الاول نقطعها بعدين نزينها سوا. طبعا التقطيع ده بيبقى اللي انت عايزاه. انا هبدا الاول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، هبدا بالنص، من النص كده، واروح ماسحه السكينه في منديل جنبي، وهكمل تقطيعتها. انا اديتها تقطيعه كده في النص، وهقطعها هنا كده بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عايزاها كبيره، طبعا التقطيع اللي انت عايزاه والمقاس اللي انت عايزاه. واروح ماسحه السكينه بسم الله الرحمن الرحيم. سحبه كده، احطها كده وتروحي سحباها بس كده بالشكل الجميل كده. انا قطعتها بالعرض، بالعرض. الطول بقى لا اما تبقى 3 ممكن الحجم ده مش تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تخليها كده اهو وتعمليها عباره عن جاتوهات، لكن انا مش هعملها جاتوهات، انا عايزه اقطعها تبقى ميني، حاجات كده صغننه بالشكل الجميل ده كده. بس كده بس كده انا قطعتها. نزينها بقى تزيين بسيط كده مع بعض. بعد خلاص بقى ما خلصت، تعالي نقطع حته مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل الجميل ده. نسلكها بس كده عشان تطلع معانا بمنتهى السهوله.
شايفين طراوة الكيكة. انا قطعت كذا قطعة كده وحطيتها وزينتها. شايفين الشكل النهائي، حاجة كده سهلة وسريعة، وقطع جاتو كده صغيرة، جاتو شاتو تفرحي بيها الأولاد وتهدي بيها الحبايب. وكانت معكم إيمان أحمد هلال. كده فيديو خلص. قناتي اسمها أكل زمان في مطبخ إيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.